السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ هانيين مزيان. اليوم غنحضر معكم مليويات ديال الشحمه بالطريقه ديالي، صراحه كيجيو رائعين. هنايا غنشارك معكم الحشوه. العجينه ديجا هنايا عجنتها، ما شاركتهاش معكم. المهم فيها قبيصه ديال الملحه، قبيصه ديال الخميره، قبيصه ديال سنيده، وعجنتها وخليتها تما. المهم الحشوه راه فيها الفلفله وشويه ديال الثوم وشويه د الربيع وشويه د البصله. كتشحريهم مزيان في الاول، عاد كديري حتى كيطيحوا، عاد كديري فيهم العطريه يمكن كما كتشوفوا في الفيديو. وشويه ديال الشحمه هنا راه محكوكه في الحكاكه صافي، وكتبقاي تحركي حتى كيتقلى داكشي مزيان حتى الاخر. عاد غادي نزيد شويه ديال الهريسه وشويه ديال الحك ديال المطيشه باش كيعطيو اللون وتيعطيو حتى البنه. المهم انا راه كنتم في التحريك، وهنا كنزيد شويه ديال الزيتون مقطع، البيض والكحل مقطعين حتى هما كيزيدوا بنه. شوفوا معايا لاصوص تبارك الله كي جات صراحه كتشهي. وهنايا غندوز باش نصايب العجين. هنايا هاد العجينه غتخرج ليا 5 المليويات، و5 المليويات راهم كبار، فهمتي؟ غندير ملاوي كبار ماشي صغار. انتي الا كنتي غديري مليويات صغار غيخرجوا لك بحال 5 في 5، قولي يخرجوا لك 10 الملويات صغيورين. صافي هنايا غنلويهم، كندير شويه ديال الزيت في يديا. غتشوفوا داك الطبسيل موسخ، راه فيه كانت ديجا دايره فيه سميتو الهريسه وداك الشيء، ما بغيتش نغسله، بغيت نخلي فيه الهريسه. هنايا زدت الزيت وشويه ديال التحميره على حساب اللون. الا بغيتي التحمير، الا بغيتي الملوي يجيك احمر راه كيديروا فيه التحميره، هذا هو السر. المهم هنا غنطلق الملويه على سطح العمل مزيان، وغنفرق داك الحشوه ديالي غنفرقها على 5 باش نخدم على راحتي. كنديرش انا صراحه عيني ميزاني، كنفرقها وتنخدم على راحتي. شوفوا الطريقه باش كنخدم الرغيفه، صراحه راه كتجي بنينه وزوينه. غنخدم معكم الثاني عاوتاني باش تشوفوا الطريقه مزيان. هانتوما شوفوا معايا، كنحاول نجيبها بشكل مربع باش تجي ليا الرغيفه مقاده في الشكل. عاوتاني غنهز الحشوه وغنحاول نوزعها على جميع البلايص باش اي عضه عضيتيها تكون فيها الحشوه، ماشي تجي جهه خاويه وجهه عامره. هانتوما شوفوا الرغيفه كيفاش كتجي مربعه. هنا غنستفهم باش نغطيهم نخليهم شويه يرتاحوا واحد 5 دقائق فحال هكاك، حيت فيهم ديجا الخميره ما يحتاجوش كاع يخمروا، غير شويه كتخليهم يرتاحوا باش كتعاونك العجينه تلقيها على خاطرك. وهنا المقيله اللي كانت فيها الحشوه راه ما غسلتها ما والو، زدت عليها شويه ديال الزيت شويه ديال التحميره، حيت ديجا طايبه فيها الحشوه فيها الشحمه باش كتجي ديك الزويته بنينه. وهي باش كنحل الملوي، وديجا درت الفراح راه كيسخن فوق الفرن صافي. وكندير المليويه. هانتوما شوفوا دابا تبارك الله الملوي كيجا، صراحه جا رائع وغزال. شوفوا كيجي من الداخل عامر وكيجي مورق، وحتى في العجينه راه ما كتحتاجيش انك تبقاي تعلكي بزاف، شويه صافي. هما المليويات ديالي راهم وجدوا، صراحه جاو رائعين، كنتمنىكم تجربوهم. واللي عجباتو القناه ديالي خلي ليا متابعه وجي.